انا من النوع اللي ما بحبش اصاحب ولا اتصاحب، لكن لما ولادي كبروا اضطريت ان انا اتكلم مع الناس في الشارع علشان ولادي كانوا بيروحوا مع ولادهم الحضانة والمدرسة. واحدة من جيراني كانت بتتقرب مني جامد لدرجة انها كانت بتسألني في حاجات خاصة بيا. بصراحة لاني ماليش صحاب حبيتها جدا وبقت هي اقرب حد ليا. دخلت بيتي وكانت معايا وكانت على طول بتمدح فيا وتشكر فيا قدام القريب والغريب. مراتي دي كانت على قد حالها جدا وانا طبعا كنت مراعية ده، وكنت لما بيبقى معايا فلوس على طول بديها. طبعا ما كنتش بديها بطريقة مباشرة علشان ما اجرحهاش، كنت بدي لولادها. مرت الايام واكتشفت ان في اسورة من الاساور بتاعتي ناقصة. طبعا مفيش اي حد بيدخل عندي الشقة غير صاحبتي دي. جوزي زعقلي وقال لي مليون في المية هي اللي خدت الاسورة، انا اصلا من يوم ما جت هنا وانا مش مرتاحة لها. اللي اكد لي كلامي انها بقت تلبس حلو وبتجيب احسن اكل. بعد ما الاسوره ضاعت مني باسبوع واحد، بقيت تقولوا اعمل ايه؟ من فتره بسيطه جوزي ساب الشغل، طلب مني ان اتكفل بمصاريف البيت لحد ما ربنا يسهل ويلاقي شغل غيره. كان بياخد مني كل فتره والتانيه مبلغ يقولي علشان خاطر محتاجه. انا طبعا كنت بديله على طول علشان كنت بخاف يزعل او ياخد على خاطره. هو بصراحه حنين وعمره في حياته ما حرمنا من اي حاجه، وكان بيجيب لنا وعيالي كل الحلو. لو طلبت منه ايه كان بيجيبهولي، حتى في العيد بدل الطقم الواحد كان بيجيب لي 3. عشان كده كنت بديله فلوس من غير تفكير وحتى من غير ما تردد ثانية. بس من كام يوم اكتشفت ان الفلوس اللي بياخدها مني دي مش بيصرفها. من الاخر كده بياخدها ويديها لامه عشان امه تصرف وتجيب اللي هي عايزاه. بس بيني وبينكم كده حماتي اصلا بتاخد معاش جوزها الله يرحمه، غير ان هي عامله لنفسها معاش تاني غير معاش حماية اصلا. يعني ما شاء الله ميسورة الحال. احنا بقى اللي ظروفنا بقت صعبه من ساعه ما جوزي قعد من الشغل. يا ريت تقولوا لي اجيبها له ازاي علشان بصراحه مش عايزه اديله فلوس لامه تاني.